السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير 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 من امبارح. بصوا بقى، النهاردة بقى هوريكم بقى تركة كده ايه جامدة قوي للمحشي، تخلي لك المحشي ده طعمه تحفة زي ما انتم ما شايفين طبعا كده. هقول لكم بقى هنعمل ايه، وهقول لكم بقى ايه هحط ايه. طبعا كلنا بنعرف نعمل المحشي، يعني محدش ما بيعرفش يعمله. يلا نسمي الله وهقول لكم هنعمل ايه. هنا كده هنجيب الحله ونحط بقى شويه زيت حلوين كده زي ما انتم ما شايفين. في بيحطوا زيت على سمنه، لا انا بحط زيت يا جماعه على فكره عشان تكونوا عارفين. ما بحطش سمنه. تمام. طبعا البصل بقى، وحطيت 4 بصلات كده كبار. طبعا هنا بقى ايه هحطي 4 بصلات حلوين كده، قطعيهم تقطيعه كبيره. ماشي، يعني للمحشي انا مش بعملها تقطيعه صغيره، انا بعملها تقطيعه كبيره كده زي ما انتم شايفين. بس لازم بقى تحطوا يعني الزيت يكون حلو كتير. تمام. وهاتي بقى قرن فلفل احمر كده حراق. لو بتحبي الشطه، ما بتحبيش الشطه ما تحطيش. بس انا حطيت بصراحه، يعني انا عندي ايه عشان خاطر في ما بياكلوش شطه، بس ايه بصراحه الشطه كمان بتديله طعم حلو، والمحشي ما ينفعش ما يتاكلش من غير شطه. طبعا بصوا بقى ايه، بتحمروا البصله زي ما انتم ما شايفين كده. تمام. مش بتحمروها قوي، يعني زي كده بالظبط يا جماعه، يا دوبك ان هي كمان ايه يعني بتدبل. وهاتوا بقى معلقه صلصه كبيره، انزلوا على البصله بيها. ماشي. وبعد كده روحوا عاملين ايه بقى، قلبوها تقليبه كويسه كده، ان هي بتفك بس ايه فكه بسيطه، يعني انا ما فكتهاش قوي يا جماعه. فمش هيجرى حاجه برضك لو نزلتوا ايه بالطماطم عليها على طول. هتكونوا بقى ضاربين طماطم في الخلاط، وهتحطوا ايه الطماطم. تمام. وبعد كده بقى هقول لكم بقى ايه هنحط بقى التوابل اللي هنحطها، هنحط ايه وايه بقى وكده. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده، هنزل بقى بالطماطم. بصوا. طبعا انا مش عامله كتير لان انا عامله محشي يعني قليل مش كتير. فانت لو انت حابه بقى تزودي زودي، بس اهم حاجه البصل والزيت بيبقوا كتير جدا، يعني كتري بصل وزيت بيبقى حلو قوي. والبصل بيخليه مسكر جدا. طبعا حطوا شويه كمون محترمين كده، وشويه فلفل اسود برضو حلوين، و7 بهارات. تمام. وشويه ملح، هم دولت اللي انا حطيتهم. تمام. هتفضلوا بقى ايه هتقلبوها تقليبتين كده، وبعد كده ايه هتسيبوها ان هي ايه تتسبك. بعد بقى ايه ما تتسبك، دي مش شطه يا جماعه، دي شويه بابريكا. بعد بقى ما تتسبك. تمام. ايه هقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى كده ايه هنغطي الحله، وهنسيبها ايه تعيش مع نفسها لحد لما تتسبك، يكون احنا عملنا ايه قورنا البتنجان. بصوا بقى يا جماعه، هنا بقى ايه معانا البتنجان. تمام. طبعا كلنا بنعرف نقور البتنجان، وانا واحده من الناس اللي بتعرف تقور البتنجان وتقطعه. بس الحمد لله الحمد لله المره دي مفيش حاجه اتقطعت، يعني بصراحه معجزه. بصوا بقى كده ايه، وهو بصوا يعني بصراحه ما شاء الله اصلا صابح وطري، البتنجانه طريه. فبصراحه في التقوير كانت سهله جدا وسريعه بصراحه. انا دايما بجيبه متقور يا جماعه، بس انا المره دي حبيت ان انا اوريكم هعمل ايه. بصوا بقى. طبعا بنشيل ايه الراس بتاعتها بقى، وهبدأ ايه اقور، وبعدين هخلصهم ونرجع ايه نكمل مع بعضينا. بصوا. هبدأ بقى ايه نسمي الله بقى كده ونقور. يا حلاوتك يا مروه وانتي بتقوري البتنجان. بصوا معجزة يا جماعة، معجزة بصراحة، اني ما اتقطعتش مني والله. بصوا اعرف اعمل كل حاجة ما عدا تقوير البتنجان ده عشان تبقوا عارفين. بصوا. طبعا بقى ايه البتنجانة بقى بقت جميلة اهي ومتقورة. بصوا مش يعني ما فيهاش جلد كتير، بقت حلوة يعني. لو البتنجانية دي مش عاجباني لا هاتي دي، وكده كده هقور دي وهقور دي. بصوا بقى ايه هوريكم برضو واحدة تاني وخلاص. طبعا بقى زي ما انتم ما شايفين طبعا كده بقى مفيش حد ما بيحبش المحشي. بصوا بقى البصلتين دولت وقرن الفلفل السبايسي ده، ده بقى التركة الجامدة بقى اللي هعملها ايه في المحشي. تمام. بصوا هنا حطينا بقى الرز في الصلصة، وطبعا والنار شغالة. هنقلبه تقليبتين ان هو يتشرب شوية كده ايه على النار.
وبعد كده ايه هكون ضربت البصلتين والقرن الفلفل الحراق دوت في الكبة، انعمهم قوي، واحط عليهم فلفل اسود وملح. وبعد كده هنزل عليهم ايه، هنزل على الرز زي ما انتم ما شايفين. طبعا ما تنسونيش بقى في لايك، واللي ما اشتركتش في قناه تشترك وتدوس على كلمه الكل عشان يوصل لها كل جديد. بصوا بقى ايه، دي خضره كانت في الفريزر. طبعا ما فيش خضره في السوق خالص بصراحه. بعت جبت ديت من اخت جوزي. تمام. فشكرا شكرا شكرا يا حبيبتي على الخضره زي ما انتم ما شايفين كده. بقلبه، وبعد ما تدفع عليه بقى روحي نازله بالبصل اللي هو هيتضرب في الكبه ده. بصوا انا بضرب يعني بقطع البصل عشان هحط عليه فلفل اسود وملح وقرن الفلفل الحراق. تمام. وهنضربها ايه في الكبه كويس، هننعمه، وبعد كده ايه هننزل بيه على ايه، على الرز. فلفل اسود بس وملح، ما حطيتش حاجه تاني خالص يا جماعه. دوت بقى لما بتعملي البصل والفلفل ده اخر حاجة خالص، بيفرق جدا في المحشي، بيفرق في الطعم جدا جدا جدا. بصوا زي ما انتم ما شايفين. ماشي. هننزل بقى ايه على خلطة المحشي. طبعا طفيت عليها، بس بصوا هي بتبقبق من الجنب كده من السخونية، اما انا طفي عليها عشان تبقوا عارفين. تمام. بس مش عارفة ايه البقبقة دي يعني. بصوا بطلت، بس انا طافيه البوتاجاز عشان تبقوا عارفين. بصوا شايفين، بوريها لكم يعني، بقول لكم دوسوا لايك. طبعا المحشي ده يستحق 100 لايك. ماشي. فبحبكم كتير، ويا ريت اللي ما اشتركتش في القناه تشترك وتدوس على كلمه الكل عشان يوصل لها كل جديد، وشيروا بقى الفيديو لحبايبكم ولاصحابكم. بصوا بقى هنا طبعا ايه بحشي بقى البتنجان معاكم، بتحشوها لحد هنا بس، لاني يعني طبعا ايه الرز يا جماعه بيزيد في التسوية، الرز بيزيد. فبتحشوها البتنجانية اللي ربع كده، وتسيبوا الربع اللي فوق فاضي، لان البتنجانية بتزيد. طبعا سخن جدا مش عارفة احشي. طبعا ايه هحشيه بقى وهرجع لكم بقى لما احشيه وهوريكم ايه ان انا خلصت. انا بعمل بس كام واحده قصادكم كده وخلاص. طبعا كلنا بنعرف نعمل محشي وسهل جدا وسريع و... والطعم خرافه بصراحه. تمام. هنا بصوا بقى كنا حشينا الحله بتاعتنا. طبعا لو عندك شوربه حطي، ما عندكيش شوربه واحده مرقه دجاج وشويه ملح بساط جدا لو محتاج، مش محتاج خلاص. واحده مرقه دجاج، وهنحط بقى الميه من الحنفيه عادي وهنولع عليه، ولما يتشرب هنوطي عليه. دي كانت وصفة اليوم بتاعتنا. وما تنسونيش بقى في لايك كده قمر زيكو، واللي ما اشتركتش في قناة اشترك، وشيروا بقى الفيديو لحبايبكم. وشكرا جدا ليكم ولمتابعتكم ليا. بحبكم كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.